تفتكر يا صديقي لو البحر بيتكلم مش كان زمانه فضح أسرار الدنيا كلها؟ بس ممكن نقول إن للأسف البحر دايما بيبلع وبيسكت، ما بيظهرش منه أي حاجة، ودايما هتلاقيه بيبلع جثث أو كنوز، ودايما هتلاقيه مخبي جواه حكايات كتير. وحكايتنا النهاردة في يوم من أيام سنة 1918 لما البحر بلع سفينة كاملة ضخمة جدا فيها أكتر من 300 بني آدم، واختفت من غير ما تسيب ليها أي أثر أو حتى رسالة استغاثة واحدة. السفينة كان اسمها USS سايكلوبس، ودي كانت سفينة أمريكية عملاقة جدا، وكانت ماشية في مهمة بسيطة، وخط سيرها أو رحلتها كان متجه من البرازيل لواشنطن، ودي تقريبا كانت رحلة روتينية جدا. بس اللي حصل كان أبعد ما يكون عن أي حاجة روتينية، دي مش مجرد حادثة غرق يا صديقي، واحدة من أكتر الاختفاءات البحرية المرعبة في التاريخ. ويمكن لحد النهاردة مفيش حد على وجه الأرض عنده إجابة مؤكدة ازاي السفينة بالحجم ده تختفي وكأنها عمرها ما كانت موجودة أصلا. ويمكن علشان كده احنا في قصتنا النهاردة هنخش في حاجات غريبة جدا. احنا مش بس هنحاول ندور مع بعض على السفينة، لا احنا كمان هنحاول نلاقي الحقيقة مع بعض، ولا يمكن نلاقي حاجة أكبر من كده. فمن غير كلام كتير أنا أمين أشرف، ويلا نبدأ حكايتنا. قصتنا بتبدأ في بداية القرن العشرين لما أمريكا وقتها كانت بتتوسع أكتر، وبتحاول إن هي تقوي جيشها البحري أكتر وأكتر. وكانت واحدة من أهم السفن بتاعتها في الوقت ده كانت سفينة اسمها USS سايكلوبس، ودي كانت سفينة ضخمة جدا، كان طولها حوالي 165 متر ووزنها أكتر من 19 ألف طن، وكانت متصممة علشان تنقل الفحم والإمدادات، وكمان كانت ممكن تنقل الركاب العسكريين. وبالمناسبة هي كانت واحدة من أسرع السفن البحرية اللي موجودة وقتها، لحد ما في أوائل مارس سنة 1918 السفينة دي كانت راجعة من البرازيل بعد ما شحنت كمية ضخمة من معدن تقيل جدا بيستخدم في صناعة الحديد والذخيرة، والكلام ده كان وقت الحرب. وكان وقتها راكب على السفينة حوالي 309 شخص ما بين طاقم وضباط وركاب عاديين. الرحلة بدأت من ميناء ريو دي جانيرو في البرازيل، ومرت على بربادوس لمدة يومين كاملين، وبعدين المفروض كانت السفينة تكمل على واشنطن العاصمة. لكن في يوم 4 مارس سنة 1918 السفينة خرجت من بربادوس، وفي اللحظة دي العالم ما شافهاش تاني. الساعة عدت حوالي نص الليل وسفينة سايكلوبس خرجت من بربادوس، والجو كان هادي، ما كانش فيه وقتها أي عواصف وما كانش فيه أي مشاكل معروفة، وكل حاجة كانت ماشية تمام. ووقتها المفروض الرحلة كانت تاخد حوالي 9 أيام، يعني المفروض يوم 13 مارس تكون السفينة وصلت سواحل أمريكا. لكن اللي حصل بعد كده ولا السفينة وصلت ولا حد سمع عنها تاني، ولا حتى خرج منها نداء استغاثة واحد. المهم أول يوم فات وتاني يوم فات والتالت فات وما كانش فيه أي جديد، لحد ما القيادة البحرية بدأت تقلق، بس هم قالوا يمكن في تأخير. وفضل الكلام ده لحد ما احنا رحنا لليوم الرابع والخامس، ووقتها بس القلق بقى رسمي، وابتدت حملة بحث ضخمة جدا في المحيط الأطلنطي، طيارات وسفن وغواصات كلهم بيدوروا على أي أثر للسفينة دي، ده حتى إشارات الراديو كانوا بيراقبوها. لكن للأسف بعد الكلام ده كله كانت النتيجة صفر، ولا حطام اتلاقى ولا دخان حد شافه، ولا حتى كان في خشبة واحدة من السفينة كانت عايمة على وش المية. المحيط بلع السفينة وسكت. القيادة البحرية الأمريكية لأول مرة اضطرت إن هي تعلن رسميا إن السفينة USS سايكلوبس مفقودة، ولا توجد أي معلومات عن مصيرها. ودي كان يعتبر فضيحة، لأن إزاي البحرية الأمريكية تفقد سفينة زي دي؟ وده يا صديقي فتح باب لأسئلة كتير قوي، زي مثلا هل السفينة غرقت؟ طيب لو كانت غرقت فين أثرها؟ طيب هل السفينة اتهاجمت؟ بس كان معروف وقتها إن ما كانش فيه أي حرب في المسار بتاع السفينة. طب السفينة ليه ما بعتتش أي استغاثة؟ ده حتى المفروض إن وقت الغرق بياخد وقت برضه. طيب هنفترض لو هي طلعت بره مسارها، تفتكروا السفينة تكون راحت فين؟ يعني دي مش مركب صغيرة، دي سفينة كبيرة، وحش كبير وسط المية، يبقى ازاي هتختفي بالسهولة دي؟ الموضوع بقى أكبر من مجرد حادثة. الناس وقتها بدأت تتكلم وتقول
إن ده مش طبيعي وإن في حاجة غريبة حصلت. وقتها كان في تقارير طلعت وقالت إن آخر شخص شاف السفينة دي كان قبطان من سفينة تجارية، وشافها من بعيد في البحر، وقال إنها كانت ماشية كويس جدا بس شكلها كان تقيلة جدا في حركتها، وكانت تقريبا غرقانة في النص. بس التقارير دي ما كانتش مؤكدة، وبرضه ما كانش فيه أي شهود تانيين شافوا نفس الحاجة دي، يعني برضه تفضل مجرد كلام مش مدعوم بأي دليل. علشان من هنا وزي أي حادثة ملهاش أي تفسير تبدأ النظريات تطلع، ويبدأ اسم السفينة سايكلوبس يتحول لأسطورة من أساطير البحر. بعد ما السفينة اختفت والبحث فشل والبحر ما رجعش حاجة، الناس بدأت تسأل السؤال اللي محدش عارف يجاوب عليه، والسؤال كان هو إزاي حاجة بالحجم ده تختفي؟ علشان من هنا تبدأ نظريات كتير تطلع، وكل نظرية تبقى أغرب من التانية. وأول وأشهر نظرية ممكن تكون طلعت أنت أكيد ممكن تكون توقعتها، أيوة، هي مثلث برمودا. لأن المسار اللي كانت ماشية فيه السفينة دي بيعدي بشكل قريب جدا من المنطقة اللي لحد النهاردة بيقال إنها بتبلع أي حاجة بتعدي منها. وناس كتير قالت إن السفينة وقعت في المثلث ده واختفت زي باقي السفن والطائرات اللي قبلها، لدرجة إن التلفزيون الأمريكي كان عمل فيلم وثائقي كامل عن الحادثة دي. وفي تحليل صوتي من خبير كان في الوثائقي ده بيقول إن أي سفينة كانت بتدخل المسار ده بتحصل فيها حاجات غريبة قوي، زي مثلا ان البوصلة بتاعتها بتتلخبط والاجهزة بتاعتها بتفصل والناس بتختفي، وده تقريبا اللي حصل مع السفينة سايكلوبس. اما تاني نظرية ممكن تكون طلعت هي العملية الألمانية السرية، وده في سنة 1918 كانت الحرب العالمية الأولى لسه شغالة، وألمانيا كان عندها غواصات ضخمة جدا كانت شغالة في المحيط الأطلنطي. وكان في مؤرخين كتير قالوا إن السفينة سايكلوبس ممكن جدا تكون اتهاجمت من غواصة ألمانية، خصوصا وإن السفينة دي كانت شايلة معدن مهم جدا للحرب. بس هم لما دققوا في سجلات البحرية الألمانية بعد الحرب ما كانش فيه أي بلاغ أو تقرير عن هجوم على السفينة دي، وبالتالي النظرية دي من غير أي دليل برضه، لكن احتياطا هي لسه بتتقال. وطبعا حبايبنا اللي احنا لازم نكفرهم معانا في كل فيديو وهم الكائنات الفضائية، لأن وقتها في ناس قالت إن السفينة اتخطفت بالكامل بواسطة كائنات من خارج الأرض، اللي هم كائنات فضائية، يعني احنا مش هنلبخ في بعض، خصوصا بسبب الصمت الكامل وقت الاختفاء، وانه حتى ما كانش فيه جهاز راديو بعت اشارة. والبعض ربط ده بقصص اختفاء طيارات وسفن تانية، وحاولوا ان هم يقارنوا بين الحكايات اللي بتتقال وقصة اختفاء السفينة دي. بس طبعا نظرية الكائنات الفضائية دي تفتكر الكلام ده حقيقي؟ هو للأسف يا صديقي هو مفيش أي دليل علمي، لكن زي باقي القصص الغامضة الخيال بيغلب احيانا المنطق. واظن انت شاهد معايا على الكلام ده، لان احنا في كل حلقة اختفاء لازم ولا بد نجيب سيرة الكائنات الفضائية. وكان في نظرية تانية بتقول ان المشكلة كانت من قلب طاقم الطيارة نفسه، لان كان في بعض التقارير اتكلمت عن انه قبطان السفينة كان متقلب المزاج وما كانش مستقل نفسيا، وكان دايما بيقول كلام غريب زي مثلا ان السفينة دي هتكون مقبرتنا. وكمان كان في كلام طلع او ممكن نقول عليها اشاعة انه كان عنده مشاكل مع الطاقم بتاعه، وكان في توتر حصل في اخر ايام الرحله. بس برضه هرجع واقول لك ده كله كلام وما كانش ليه اي توثيق حقيقي، وممكن جدا تكون محاولات علشان يبرروا الحادثه دي. بس برضه هيكون في سؤال واحد يا صديقي، والسؤال ده محدش قدر يجاوب عليه لحد النهارده. السفينه دي لو غرقت يبقى فين الحطام؟ ولو اتخطفت يبقى مين اللي خطفها؟ والمصلحة مين؟ طيب ولو طاقم السفينة قرر ان هو ينتحر ازاي؟ ولو حصل انقلاب من جوه فين الدليل؟ طيب كل حاجة يا صديقي في القصة دي بتخليها هي اكتر قصة غرق بحري غامضة في تاريخ امريكا كلها. بعد ايام من الانتظار وأسابيع من البحث الموضوع خرج من نطاق حادث مؤقت ودخل رسميا في قائمة أكبر الكوارث البحرية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة إن وزارة البحرية الأمريكية طلعت وقتها بيان بتقول إن السفينة USS سايكلوبس مفقودة، ولا توجد أي دلائل عن موقعها أو ما حدث لها، ولا يعرف ما إذا كانت غرقت أو تم الاستيلاء عليها أو حدث بها خلل ميكانيكي. يعني من الآخر الحوار ده كله محدش عارف عنه حاجة، ودي أمريكا مش دولة نائية. بس تفتكر يا صديقي الناس هتقتنع؟ لا، الناس ما اقتنعتش خالص، لأن عائلات الطاقم اللي كان على السفينة بخلاف الركاب والجنود كلهم كانوا منهارين، وفكرة إن محدش عارف حاجة عن السفينة دي ما كانتش جاية معاهم سكة، لدرجة إن كان في أم الجندي كانت موجودة على السفينة دي قالت للصحافة إن ابنها كان بعت لها جواب بيقول إن هو راجع خلال أسبوع، وفجأة ولا حس
ولا خبر. بس فكرة الجواب اللي خلال الأسبوع ده مش جاية معايا سكة رمضان، فخلي بالك ممكن يكون الكلام ده مش موثوق. وكمان كان في زوجة ضابط بحري فضلت تروح المينا كل يوم وتبص للبحر، وكانت مستنية السفينة دي تطلع من بعيد لحد ما الست دي اتكسرت من كتر الانتظار. والصحف وقتها بدأت إن هي تغطي الموضوع بشكل يومي، وكان في عنوان في واحدة من الجرايد وقتها بيقول سفينة شبح تبتلعها أمواج الصمت. والله عنوان حلو مش وحش. والناس في الشوارع كانت بتتكلم عن لعنة، وناس قالت إن السفينة كان فيها حاجة مش طبيعية، وإن دي مش أول مرة يحصل فيها حاجة غريبة مع نفس الطاقم. كده احنا دخلنا في مرحلة تانية. وكان في مصدر بحري قال إن كان في بلاغات سابقة عن مشاكل في السفينة، وإنها مرة خرجت في مهمة واتأخرت أسبوع، وكان طاقم السفينة بيقسم إن أجهزة الملاحة كانت بتشتغل لوحدها، والبوصلة كانت بتلف عكس الاتجاه. كل ده يا صديقي زود الرعب أكتر، وخلى الصحافة تبدأ تحول الحكاية من حادثة لأسطورة. وده خلى الحكومة الأمريكية في موقف صعب، لأن ما كانش فيه أي دليل واضح على أي حاجة، لا عطل ميكانيكي ولا عدو هاجم السفينة ولا أي أثر يدل إن السفينة دي غرقت. لكن برضو الحكومة الأمريكية ما ينفعش يعترفوا إن هم مش عارفين أي حاجة، فبدأوا إن هم يقولوا الموضوع بشكل تاني، بالبلدي يرغوشوا أو يشوفوا حجة. وبدأوا فعلا إن هو يقولوا تصريحات غريبة، زي مثلا إن ربما سوء الأحوال الجوية هو السبب، وإن في احتمالية لحدوث تفاعل كيميائي غير متوقع بسبب شحنة المعدن اللي كانت موجودة على السفينة. بس برضه كل الكلام ده محدش عارف يصدق، وفضل الكلام رايح جاي لحد ما البحرية الأمريكية في الآخر اضطرت إن هي تسجل الحادثة كالآتي، وقالت إن اختفاء السفينة يو اس اس سايكلوبس هو أعظم خسارة فردية لسفينة بحرية أمريكية في زمن السلم دون أي أثر. وبالشكل ده تبدأ البحرية الأمريكية تشيل إيدها من الموضوع. بس المؤلم في كل ده يا صديقي إن في 309 بني آدم راحوا في ثانية من غير جواب واحد يتبعت لأهليهم، وكأن السفينة دي كانت بوابة وكل اللي دخلها ما خرجش منها. وعدت الأيام وعدت الشهور وبعدين عدت السنين، لكن السفينة ما جاتش ولا أكنها كانت موجودة أساسا. وكل اللي اتبعت للناس هو مجرد ورقة، والورقة دي كان مكتوب عليها بأن ابنك أو جوزك أو أخوك أو أخوكي مفقود في البحر، وإن المية بلعتهم وبلعت أي حاجة تخصهم معاهم. وللأسف في وقت ما كانش فيه انترنت ولا أقمار صناعية ولا رادارات متقدمة، كانت قصة زي دي كفيلة انها تتحول لأسطورة. علشان من وقتها يا صديقي وكل البحارة اللي على سواحل الأطلنطي بقوا يحكوا القصة دي لبعض، لدرجة ان كان في ناس قالت ان هم شافوا شبح السفينة بيظهر في البحر وبعد كده بيختفي. وكان في قبطان سفينة تجارية كتب في مسجلاته سنة 1942 انه كان معدي في ليلة ضبابية وانه شاف هيكل ضخم جدا طالع من البحر كان شبه السفينة سايكلوبس، وانه لما قرب من السفينة دي اختفت ولكنها كانت موجودة. ومحدش لحد دلوقتي قدر يفسر ومفيش أي أدلة، بس القصص بتاعت السفينة دي فضلت تنتشر، وخصوصا بدأت تنتشر أكتر بين البحارة اللي بيعدوا من نفس المسار اللي اختفت فيه السفينة دي. علشان يا صديقي تتحول القصة دي لواحدة من أوائل القصص الكبيرة اللي ارتبط اسمها بمثلث برمودا، بل وإن في كتب كتير قالت إن السفينة سايكلوبس هي اللي فتحت باب اللعنة دي. وفي ناس قالت إن المنطقة بتاعت برمودا دي فيها تشويش كهرومغناطيسي وده بيخلي الأجهزة تفصل، وناس تانية بتقول إن في بوابة بتفتح وتقفل بتسحب كل اللي حواليها سواء كان طيارات أو سفن. لكن الحقيقة إن مفيش ولا حيطان ولا حتى مسمار صدى في البحر ولا جثة واحدة اتلاقت من ال 309 بني آدم اللي كانوا موجودين على السفينة، وده اللي خلى الحكاية كلها مرعبة بزيادة عن اللزوم. وكمان اللي زود الغرابة أكتر إن بعد سفينة سايكلوبس اختفى سفينتين كمان كانوا شبهها بالظبط، وواحدة منهم كمان اختفت سنة 1941 وكان اسمها يو اس اس بروتيوس، والسفينة دي كانت ماشية في نفس المسار بالظبط واختفت تقريبا بنفس الطريق. ولما الناس قالوا إن دي صدفة فبعدها بسنة بالظبط السفينة التانية يو اس اس نورويس اختفت هي كمان تقريبا بنفس الطريق. يعني كده 3 سفن شحن عملاقة جدا شبه بعض ماشية في نفس المسار في نفس البحر وكلهم اختفوا بنفس السيناريو وبنفس القصة ومن غير ما يظهر ليهم أي أثر. الموضوع يا صديقي ما بقاش مجرد صدفة، ده بقى شيء ما بيتفسرش وتحول لشيء مرعب. طيب خلينا في النهاردة. سايكلوبس النهاردة
هل في دليل ان هي موجوده اصلا؟ في علماء بحر بيعملوا مسح للمنطقه دي كل سنه وبيحاولوا ان هم يلاقوا اي اثر للسفينه دي، لكن للاسف لحد وقتنا الحالي ولا جهاز قدر يحدد موقعها بالظبط علشان يفضل السر مدفون جوه الميه. وكل سنه بيطلع فيلم وثائقي جديد عنها، او ممكن نقول كتاب جديد بيحاول يحل اللغز، لكن دايما النهايه واحده: لا دليل، لا اثر، لا تفسير. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك. ما تنساش تكلمني على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده، وكل الروابط هتلاقيها تحت في الديسكربشن او في اول كومنت. فبس كده، كان معاكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.